السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده احنا بنتكلم في موضوع مهم ايضا وشيق وجميل وكلنا بنحتاجه، اللي هي صياغة العقود. صياغة العقود دي لو انا قلت لاي زميل مبتدئ او زميل بقاله فترة في المهنة او اي انسان، قلت له تعالى نكتب عقد، هنكتب ايه؟ واديته ورقة وقلم ويبدأ يشرح في الكتاب. اللي بيكتب ده اي مراجع هيرجع لها. طب البنود الواجبة اللازمة في العقد ايه البنود؟ ايه الالفاظ اللي هيستخدمها، وايه الالفاظ اللي يسيبها، وايه الالفاظ اللي يتركها، وايه الاساسيات اللي لازم تكون في العقد. الحاجات دي الصراحه كانت في دوره من فتره كده خارج مصر كانوا بيتكلموا فيها على كيفيه صياغه العقود. الدوره دي كانت جميله وممتعه لخبراء القانون المدني خارج مصر. اتكلموا فيها اولا، قال لك مفيش حاجه اسمها عقود، في حاجه اسمها العقد، شريعه المتعاقدين. يعني في عقد بين اتنين، بين طرفين، الطرفين دولت لهم بنود أساسية لازم تكون في أي عقد بين طرفين. البنود دي عبارة عن 13 بند، أي يخلو من ال 13 البند دولت ما يبقاش عقد، لا يطلق عليه عقد. واتكلموا قالوا إن أهم بند في العقود دي، علشان تعرف أنا أهم البنود اللي أنا هكتبها في العقد إيه، ودي لأهم البنود اللي أنا هتكلم معاك فيها فقط علشان الوقت. من اهم البنود اللي لازم تكون في العقد بند اسمه البند التمهيدي. البند التمهيدي ده انت كمحامي لازم تقعد مع موكلك تسمع منه العقد ده بخصوص ايه، هكتبه لايه، اسمع منه كل الاتفاقيات اللي اتفق مع الطرف التاني معاه، وابدا اصيغ الكلام ده في البند التمهيدي. مش لازم تكون صياغه قانونيه، اصيغه بالطريقه اللي انا فهمتها. ليه البند التمهيدي ده مهم وليه الصياغه مهمه في البند التمهيدي ان انا اكتب فيها كل اللي انا لميته عن العقد؟ لان البنود اللي جايه كلها هستخلصها من البند التمهيدي ده، هطلع البنود المهمه للعقد اللي انا عايزها من البند التمهيدي. يبقى انا صيغت البند التمهيدي. بعد ما كتبت البند التمهيدي ده ابدا اشوف ال 13 بند التانيين اللي انا هستخدمهم. اهم بند من البنود اللي انت محتاجها في العقد العنوان. عنوان اللي انت هيتم عليه المراسلات. ليه؟ لان في قضايا في المحاكم كلها بتاخد بطلان بسبب المراسلات، بسبب العنوان. ممكن العقد ده كله ياخد بطلان وقضاياك تخسرها، وقضايا كتير بتخسر في المحاكم، بتخسرها في المحاكم بسبب العنوان. لازم تكتب العنوان اللي انت هترسل له عليه عنوان تفصيلي. طب في حالة ان العنوان ده، ودي بتقع مننا جميعا الا ما رحم الله، في حالة العنوان المكتوب في البطاقة ده لو الاعلان راح له، يبقى كده الاعلان ده معترف بيه، ولا انا اضيف حاجة تانية؟ اضيف بقى، خليك حرفي، خليك متقن للموضوع. ضيف عنوان المراسلات على التواصل الاجتماعي، ضيف عنوان الايميل يجوز المراسلات عليه ويعترف بيه، وكده اذا انا ارسلت له بيه يبقى كده خلاص الاعلان وصل له واعترف بيه. الفاكسات، اي طريقه من طرق التواصل في الاعلانات اكتبها، حطها بند وخليه يمضي عليها وتقر الطرفين كده. وخد منه العنوان تفصيلي واكتب كده في البند العنوان ده العنوان اللي هيتم عليه المراسلات، واذا تم المراسلات حتى لو كانت اغلق العين يبقى كده وصل له المراسلات، لان ما عندوش عنوان تاني. او يديك العناوين اللي انت هتراسله بيها، او تضيف العبقريه وتضيف المهنيه والاتقان انك تضيف له عنوان الايميل وعنوان الفاكسات والحاجات دي يعترف بيها وتثبتها في العقد. البند المهم ايضا بند الثمن. انت ما بتشتريش الموضوع ده هبه، ده ليه ثمن، اذكر فيه الثمن بتاعه. واتكلموا في الدورة دي على حاجة في منتهى الروعة، ألا وهي الشرط الجزائي في العقد. يعني حتى الراجل كده اتكلم قال أن أي عقد ما فيهوش شرط جزائي لا يطلق عليه عقد. احنا أكتر العقود بتاعتنا ما فيهاش شرط جزائي. لازم تكتب في العقد شرط جزائي. البند الذي يليه فقط تعويض، بند التعويض في حالة إخلال أحد الطرفين ببنود العقد. التعويض ده لازم تصيغه بحرفية، تتكلم فيه. التعويض ده رضائي بين الطرفين،
ولا هترك التعويض ده للهيئة الموقرة المحكمة سلطة تقديرية ليها؟ دي لازم اتكلم فيها تفصيلي. لا، البند الرضائي او التعويض لازم يكون رضائي بين الطرفين، مفيش تدخل للقضاء، لا رقابة للقضاء فيه، او اسيبه عملية تقديرية للمحكمة. ومن اهم ايضا البنود انك تحدد المحكمة المختصة. انا وانت لو حصل لا قدر الله نزاع على العقد ده هنروح انهي محكمة؟ هنختصم في اي محكمة؟ حددها المحكمة ايه، وبعدين تيجي في الاخر تنهي وتقول حرر هذا العقد من كم نسخة؟ نسختين، نسخة بين يد كل طرف من الطرفين، والنسخة الثالثة موضوعة في مكتب المحامي فلان الفلاني لاستخدامها قدام المحاكم او التسجيل او لكذا او لأي سبب. بالتالي دي تكون أهم البنود للعقد. وفي بند مهم جدا في حالة عدم التسليم. يعني أنا اشتريت وحدة سكنية واداني أجل للتسليم بعد شهر وبعد 2، المدة دي لازم أذكرها، لأنك لو رجعت للقانون المدني لو هو ما سلمكش في دي، حتى لو أنت نسيت تكتب التعويض أنت ليك تعويض، أو لا يحق ليه ان هو يطلب بقيه المبلغ اللي باقي للوحده السكنيه دي او المكان اللي انت اشتريته ده الا لما يجي الوقت المحدد. في اللحظه دي يطلب. لو طلب خلاف ذلك يكون لك حق الفسخ، حق التعويض، وحق الشرط الجزائي، وليك ان انت تعود عليه بالقانون المدني. والقانون المدني مفصل كل ده، هنرجع له في وقت تاني. وبالطريقه دي تكون انت لميت اهم بنود العقد، وبالطريقه دي تكون كتبت العقد. لو حد مسكه يقول اللي كتب العقد ده عبقري. كان في عالم فرنسي في القانون المدني كتب كلمه في منتهى الروعه، قال كده: العبقريه اهتمام زائد. انك تهتم بالحاجه شويه دي عبقريه. هتلاقي بعد الاهتمام الزائد ده هتلاقي انت طلعت عقد اللي يمسكه يقول لك اللي كتب العقد ده عبقري. أسأل الله أن يفتح علينا جميعا وأن ينفع بنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.